تتقول لك الأيام 24، وبالمناسبة هذه جريدة اللي هي مغربية. تفاصيل قرار موريتانيا جديد يهم الزيادة في الضرائب الجمركية على الواردات المغربية. والأمر حقيقة لا يتعلق بالقرار الصادر من طرف موريتانيا، علاقةً الرفع من الرسوم الجمركية 171، أي القرار الذي تم اتخاذه يوم 31/12/2023 وتم تنفيذه منذ 1 يناير 2024، وحدث واحد الأزمة. ثم شهدنا واحد المجموعة كذلك من التحولات على المستوى العسكري، وتم قصف كذلك مدنيين موريتانيين سواء فوق الأراضي الموريتانية وكذلك في المناطق المحررة لصالح للشعب عموما، للجمهورية الصحراوية وغيرها. هذا القرار صدر مؤخرا، هذا القرار الثاني خلال 2.5 شهور. الزيادة في رسوم الضرائب يهم تكلفة التخليص الجمركي، ماشيش الرسوم الجمركية، التخليص الجمركي لحمولة شاحنات كبيرة. من الممكن بأنه يطبق فقط على الشاحنات اللي هي كبيرة، من 1600 يورو إلى أكثر من 4600 يورو، استنادا إلى ما نشرته صحيفة تقدم الموريتانية. وبالمناسبة صحيفة تقدم الموريتانية تعتبر بأنها تعرضت إلى مخالفة اللي هي كبيرة جدا، وكذلك إلى توبيخ من طرف الهابا، أي ما يتعلق بالمجلس الأعلى أو عموما المديرية أو المجلس الأعلى للصحافة وكذلك السمع البصري، أتذكر الهابا عموما، مضيفا أن سائقي الشاحنات المغربية تفاجؤوا بهذه الزيادة وهم عالقون على الحدود بين المغرب وموريتانيا بسبب عدم دفع الضرائب. هذا حاليا مرة ثانية في خلال 2.5 شهور يتم مدى هناك بلوكاج أو هناك كذلك مدى منع للشاحنات المغربية، أو أنه لا تستطيع الشاحنات المغربية المرور عبر الأراضي الموريتانية. الزيادة مفاجئة أثرت على تدفق شاحنات نقل البضائع بين المغرب وموريتانيا، ويأتي هذا الأمر في سياق رمضان أو شهر رمضان الكريم وخارجها نحو منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بحيث يجد ناقلي الفواكه والخضروات المغربية أنفسهم مضطرين إلى تفادي سوق نواكشوط من المنتجات الطازجة. وعلى الرغم من أن السوق الموريتاني يعتمد بشكل كبير واردات حسب كذلك القول ديال الصحيفة المغربية، إلا أن سلطات نواكشوط قررت التضريب أكثر على المنتجات الفلاحية المغربية. وإلى حدود الآن لم يتم اتخاذ الأمر أو اتخاذ هذا القرار أو الإعلان عليه بشكل هو رسمي، ولكن هو مطبق تم تنفيذه، ولكن لم يتم الإعلان عليه بشكل هو رسمي من طرف السلطات الموريتانية. ويأتي يأتي هذا القرار حسب كذلك القول ديال الجريدة ديال أيام 24 بعد زيادة أخرى مفاجئة شهر يناير الماضي على الواردات الفلاحية التي أحدثت واحد الأزمة. وفي ظل هذه الأزمة شهدنا تحولات اللي هي كبيرة جدا، ما يتعلق كذلك بتشاور التملق ديال المخزن الأشقاء الموريتانيين، كذلك الدبلوماسية الموازية، الدبلوماسية ديال اليوتيوبرز، كذلك ما يتعلق بالدبلوماسية عموما، زيارات اللي هي خاصة ما بين كل من رجال الأعمال المغاربة وكذلك ديال الوزراء، خاصة ديال نزار بركة، لأنه قام بزيارة أو لقاء مع النظير ديالو في الجهاز أو في الوزارة ديال التجهيز، يؤكد بأن المغرب سوف يساعد موريتانيا في مدى الاستثمار في البنية التحتية، على الرغم من أن البنية التحتية ديال المغرب هي جد سيئة. هذه مسألة اللي هي مهمة جدا، وغيرها من الأمور. ثم اللغة ديال الترغيب بشكل هو واضح جدا، ومحاولة إلى محاباة المدى موريتانيا مرة أخرى تتخذ هذا القرار دابا حاليا، تتخذ قرار، وهذا القرار اللي هو يعتبر بأنه مش فقط بأنه عقاب، هذا حصار تجاري، هذا حصار كان هو أصلا حنا كنا نتحدث على حصار، ولكن دابا حاليا يتم أكثر من هذه المسألة الضغط على الاقتصاد المغربي. تحدثت على واحد المسألة، هذا الأمر يتعلق بتوافق إسباني جزائري موريتاني من أجل تقويض وكذلك إضعاف الاقتصاد وخنق الاقتصاد المغربي. من الممكن، لأن هذا القرار دابا حاليا إذا كان فقط القرار ديال يناير أو في بداية يناير أدى بالمخزن إلى أنه يغير من اللغة ديالو مع موريتانيا، وأدى كذلك إلى محاولة استقطابها، وكذلك أدى إلى محاولة كذلك تملقها في أكثر من مستوى، سواء فيما يتعلق بالاستثمار، سواء كذلك فيما يتعلق باللغة، كذلك الخطاب الموجه للموريتانيين وغيرها. عموما من بعد رفض أو كذلك عموما بأن بقى القرار ديال موريتانيا صامد إلى حدود الآن، علاقة بالقرار السابق ديال يناير إلى حدود الآن بقى صامد،
الرفع بالرسوم الجمركية. المخزن اتخذ قرارات نعتبرها بأنها سيئة. اتخذ قرار أولًا كذلك المعاملة بالمثل، ثم القرار الثاني هو ما يتعلق بالتأشيرات، وهذا كنت غادي نتحدث عليه قبل ما أنني نكتشف ردة الفعل دابا حاليًا الموريتاني، كنت غادي نتحدث عليه في حلقة اللي هي مقبلة. ما يتعلق بالتأشيرات، المغرب يقوم بالتعامل بواحد الطريقة اللي هي سيئة جدًا مع الموريتانيين، ويتم التماطل في منحهم التأشيرات، في المقابل يتم السماح للسنغاليين والكوت ديفواريين وغيرهم كذلك من الدول ديال غرب إفريقيا من دخول المغرب بسهولة بدون أي تأشيرات، بسهولة. ثم الموريتانيين يتم التعامل معهم بواحد النوع ديال التضييق، وهذا أثار كذلك الاستفزاز. بالإضافة الإخوة والأخوات، ونذكروا الإخوة والأخوات بأن مجموعة من الصحف في الطابور الخامس الموريتاني، بالإضافة كذلك إلى الصحف المغربية وكذلك أبواق ديال المخزن، انخرطت في واحد الحملة اللي هي شرسة ضد موريتانيا ومحاولة تسميم العلاقات ديالها مع الطرف مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتدشين بشكل هو أساسي، فيما يتعلق بالتدشين الطريق ديال تندوف الزوالات، والذي أكد فيه المخزن سابقا بفرانس 24 بأن هذا الطريق لن يتم السماح بتفعيله أو تنشيطه. المخزن هدد موريتانيا وهدد الجزائر. فرانس 24 عبر أحد الأبواق ديالو، فرانس 24 قال لك بأن هذا الطريق لن يكون، ها هو الطريق دابا كاين، وهي دابا حاليا تمارس الحصار التجاري على المغرب، وهي حملة ديال المقاطعة بإسبانيا، ثم يتم إتلاف إلى حدود الآن المنتوجات الفلاحية، والمنتوجات الفلاحية المغربية مرفوضة، ثم أنها تعرضت إلى تم تشويه الصورة ديالها والسمعة ديالها، بالإضافة كذلك إلى الحملة ديال المقاطعة التي طالت جميع المنتوجات كيفما كانت الصناعة في إطار الصناعة الغذائية وكذلك المنتوجات الفلاحية بشكل هو مباشر. أيها الإخوة والأخوات، بالإضافة كذلك إلى ما يتعلق بفرض رقابة بواحد الشكل هو مكثف على المنتوجات الفلاحية باعتبار أنها يتم سقيها بالمياه العادمة، وهذه اللي ما كانتش حصار تجاري، وكانت هذه صفعة قوية تلقاها المخزن دابا حاليا سواء من طرف إسبانيا وكذلك الضغط المباشر عليه من طرف الجزائر باستعمال مجموعة من الأدوات أو الأساليب ديال الحصار بشكل هو واضح. ثم دابا حاليا موريتانيا تقوم بمحاولة خنق الرئة ديال المغرب. شنو هي الرئة ديال المغرب؟ الرئة ديال المغرب هي غرب إفريقيا، تقوم بخنق الرئة ديال المغرب عبر ماذا؟ عبر التكتيف وكذلك الرفع من العقوبات. هذه ماشي رسوم جمركية أو تضريب كيف اللي تيسميوه، لا، هذه عقوبات اقتصادية، هذه عقوبات اقتصادية. ثم ما السبب اللي غادي يدفع بموريتانيا بأنها تخلق منطقة ديال التبادل الحر مع الجزائر بصفر ضريبة، وفي المقابل غادي تقوم بالرفع وفرض عقوبتين، تضريب ورسوم جمركية. تنتهي هذه المسألة هذه على الشاحنات، وكذلك رفع الرسوم الجمركية على أي منتوجات كيفما كانت، واخا تجي ديما في بيكار أي في الدراجة اللي هي هوائية ما عندوش المشكل، غادي يتم التطبيق عليها رسوم جمركية. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الواقع. الواقع أن المخزن ليس فقط في سياق العزلة، لا، هناك يتم إلى قدرنا نقول بأنه يتم التآمر عليه حقيقة بأن هناك توافق داخل المنطقة من أجل خنقه اقتصاديا، خنقه حقيقة اقتصاديا. والبعض يقول لك بأن موريتانيا هي تفضل تفضل المغرب على المستوى التجاري من أجل رعاية المصالح ديالها، وأنت تشوف المصالح ديال موريتانيا أين تذهب، بأن المستقبل ديال موريتانيا هو مع المغرب وليس مع الجزائر. لا أعتقد بأن المستقبل ديال موريتانيا هو مع الجزائر وواضح جدا، ومع المغرب واضح جدا بأن موريتانيا تقوم بتأديب المخزن، تأديب المخزن. طارق الثلاثي هو اللي تحدث على ما يتعلق بمسألة لن نسمح المسألة ديال شكرا جزيلا، هو اللي قال بأنه لن نسمح بإحداث أو بأنه يتم تفعيل أو كذلك تفعيل هاد المعبر ديال تندوف الزوالات، وحنا غادي ننتظروا من هو المعبر اللي غادي يستمر وغادي يتم التكثيف فيه النقل، وغادي يتم يعتبر بأنه شريان حقيقي ما بين الساحل وغرب إفريقيا والساحل والصحراء وشمال إفريقيا، ومن هو المعبر الآخر الذي سوف يتم خنقه من طرف موريتانيا بطبيعة الحال. هذا هو الدور ديال موريتانيا الإخوة والأخوات. بطبيعة الحال أنا حقيقة فيما يتعلق بهذا القرار، هذا القرار اللي هو صائب
100%، لأنه لطالما تعامل المخزن مع الموريتانيين وحتى المغاربة يتعاملوا مع الموريتانيين على أساس أنهم ماذا؟ على أساس أنهم حثالات، تيقول لك بأنهم ديال القياطن، دولة ديال القياطن، لا، موريتانيا تقدر بأنها تشكل لك خطر وضرر على الاقتصاد ديالك أكثر من الاتحاد الأوروبي، كونوا على يقين. تحياتي الإخوة والأخوات، ما تنسوش دائما إعطائنا الإعجاب، وكذلك إعطائنا، ما تبخلوش علينا بالإعجاب، الاشتراكات الإخوة والأخوات، وكذلك بإعطائنا الابتسامات ديالكم، بالإضافة كذلك إلى مشاركة هذه الحلقة مع الأصدقاء.